السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، الأبناء والبنات اللي في سن المراهقة أو كبروا، يعني بيفهموا وعندهم عقل وشغال، رفقا بآبائكم، رفقا بالآباء يا جماعة. أنا أبوكي مثلا يا بنتي، أنا بقبض 5000 جنيه، ما تقعديش تضغطيني. أو يا ابني ما تقعدش تضغطني. أنا عايز هجيب لك منين؟ ما أنا كل اللي أنا بعمله باجي أديهولك، وكل تعبي باجي أديه. المفروض انتوا تعدوا ابوكوا لتاني يوم وهو رايح الشغل. افرضي ابوكي يعني المدير زعق له، افرضي حد رفضه، افرضي حصلت له مشكله، اي حاجه، حد هو يجي البيت بعد كل ده. الاب يجي يتوتر في البيت ويلاقي عياله بيعدلوا عايزين. الاب بيحتاج يخش البيت يلاقي فيه رحمه وحنيه. يعني حضرتك او حضرتك، ابوك محتاج ما يجي داخل البيت: الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الحمد لله على السلامه يا بابا، ربنا يديك الصحه، ربنا يقويك، ربنا يخليك لينا، انت بتتعب عشان كتير يا حبيبي، اقعد. اضحك عليه يا بنتي او يا ابني، روح ادعك له رجليه من تحت. اضحك عليه يا سيدي، لو انت مش اعمله كده عشان تبسطه. ادعك له رجله من تحت، شيله البتاع، مع والدتك حضروا له العشاء، رضوه، طيبوا خاطره عشان يعرف يكمل تاني يوم. ما هو حرام الاب بالذات يروح يشتغل طول اليوم ويطلع عينه، ويروح البيت يلاقي المشاكل مستنياه، ويلاقي عياله مش بارين بيه. يعني ما ينفعش التليفون يبقى اهم من ابوكم. ما ينفعش ان طلباتكم اهم من ابوكم. ما هو اللي بيجي بيعمله بيجيبه لكم، هيعمل ايه؟ هو لو طالب يبيع حته من جسمه هيبيعها عشانكم، عشان يوصلكم. فتخيلوا بقى يا عيني الاباء دول بقى، ودول كتير، خصوصا اللي هم الناس اللي ظروفهم على قدهم زي حالاتنا، يعني اللي هو يا عيني بيشتغل بال 13 14 ساعه، وبيستنى ما يروح البيت عشان يتراضى، فيروح يلاقي فيه طلبات، والاخت بتزعل، والاخ ولا الاخ بيزعل الاخت الصغيره، ومش عارف ايه، ومشاكل ما بتحلوش الا اول ما يخش من الباب. يعني بدل ما نقول له يا حبيبي وناخده في حضننا وربنا ما يحرمناش منك ويخليك لينا، الاب طول اليوم بيتضرب يا جماعه بحاجات غير مرئيه في ظهره. ده بيأذيه، وممكن يجي صاحب المكان يقول له كلمتين ما لهمش لازمه، وممكن عيل يغلط فيه، ممكن هو ماشي الكعب وقع في الارض، وممكن يعني بيحصل فيه حاجات كتير ما حدش بيبقى عارفها. يعني انا واحد من الناس مثلا اكتشفت ان انا عليا قضيتين صحه، ما اعرفش ليه. هي بتنتهي بغرامه، بس ليه؟ انا ما عملتش حاجه. بدل ما يجي عند صاحب المكان لازم اللي شغال. يا عمي انا تخيل بقى، انا مثلا واحد زي حالاتي لما يكون حاجه زي كده حصله واتفاجئ بيها بقى لها كذا سنه مثلا، حياته بتنقلب راسا على عقب. المسؤوليات، انا لو شغال حتى زبال وبلم الزباله في الشارع، بيعدي مديري بيضغط عليا: ليه ما لميتش الزباله؟ ليه مش منظف دي كويس؟ وممكن يكون حد رخم وانا عامل كل حاجه ويقعد يكرهني في حياتي. يبقى انا افضل في الحر وعمال انظف للناس وعمال اعمل وعمال اسوي، وفي الاخر ارجع البيت الاقي قرف. بتكلم عن كل الاباء يا عيني اللي هم بيكافحوا في حياتهم. احمدوا ربنا ان ابوكوا راجل بيكافح في حياته عشان خاطركم، حتى لو بيجيب اقل القليل. هو هيعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان في ابتلاء. ممكن يكون ابتلاء مال، يكون ابتلاء حد في الشغل، يمكن حاجات كتير. فلازم احنا بالذات لما يجي والدنا او امنا لو شغاله بره، ده الام دي ليها قصه تانية خالص لو قعدنا نتكلم عنها. يعني الام مفتاح الجنه، لكن بتكلم عن الراجل الغلبان اللي محدش دايما بيفتكره، اللي هو الاب. مش متخيلين يفضل واقف على رجليه ويتعامل مع ده ومع ده ومع ده، ويراضي ده وده وده، ويشتغل ويتعب ويطلع عينه، ممكن في الاخر المدير يجي يقول له عندك نص يوم خصم. فانتوا متخيلين بيبقى جاي اساسا محمل من بره، مش محتاج يروح البيت يحمل زياده. هو مش حصان كلنا راكبينه وعمالين نرشي عليه لحد ما نموته بان هو عياله ما يبقوش كويسين.
لازم تعرفوا يا اولادنا اللي انتوا في سن المراهقه او في الجامعه، ان انتوا عليكم دور ان انتوا تشتغلوا وتجتهدوا في دراستكم عشان تبقوا حاجه كبيره بعد كده وتريحوا ابوكم. اصل ابوكم ده مش هيفضل يدي لحد 200 سنه. ابوكم زي اي بني ادم ربنا خلقه، بيجي له مرحله والقوه والعنفوان واللي مش عارف ايه وكل الكلام ده بيبتدي يقل، بيكبر الشغل بيقول له معلش انت طلعت على المعاش، بيبقى محتاج ناس في ظهره. مش في الاخر يعني ما الواحد بيشوف العقوق بره، اللي تتجوز وتسيب اهلها ولا تسال عليهم، واللي يتجوز ويسيب اهله ولا يسال عليهم، ليه يا عم؟ ده احنا لا مؤاخذه يعني، والله الواحد عيب يقولها، الانسان لو لقى يعني بوبي في الشارع ورمى له حته اكل، البوبي ده كل يوم هيجي يريل على البني ادم ويبوسه وينط عليه ويهز ديله ويبقى سعيد بيه، وده حيوان. اما اللي ربنا خلق لهم العقل والقلب مش كده؟ لا، لازم يا جماعه نراجع نفسينا. لازم يا اولادنا تراجعوا نفسيكم مع اهلكم، لازم يبقى التعامل كويس، لازم تهتموا. ما هو حضرتك هو مش كالحمار يحمل اسفاره، هو بني ادم اكيد عايز لما اروح عياله يرضوه. يا ستي مش يرضوه، مش عايز مشاكل. ونراضي ابونا ازاي؟ الحمد لله على السلامه يا بابا، ربنا يخليك لينا، ربنا ما يحرمكش منا يا بابا. وحتى في طلباتكم ما تيجوا تطلبوا، يا حبيبي لو معكش فلوس مش لازم دلوقتي، ربنا ما يحرمناش منك كده. ما يبقاش ضغط على الراجل. ولا هو لازم الاب او الام يموتوا عشان اولادهم يحسوا بالكارثه اللي هم فيهم، ان يحسوا ان قد ايه الدنيا ضاقت عليهم. يا جماعه الجنه تحت اقدام الاباء والامهات يا اخوانا، بيبان الجنه مفتوحه وهم عايشين، ما تخسروهاش. ده ربنا ولا قال ولا لا تقل لهم اف، يعني حتى ما ترفعيش عينك في وش ابوك وامك. واحنا عاملين حلقه عن العقوق اسمعوها. ربنا يهدي الجميع يا جماعه، ربنا يهدي الجميع ويهديكم يا اولادنا. مع السلامه.